السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما أخوك معطل عبد اللطيف، كبير مستشاري الشؤون الإفريقية، لا ينفي تدوين حق تقرير المصير في القرار المصوت عليه في مجلس الأمن، أي في المفاوضات المفاوضات ستكون حول الانتخاب على الحكم الذاتي أو الاستقلال. أما الاستقلال أي ما تغير هو إمكانية وضع فقط الحكم الذاتي، وهذا خدمة للإخوة الصحراويين. قبل البدء في الفيديو إخواني أخواتي، خاصة الجزائريين والجزائريات والصحراويين والصحراويات، هذا القرار والإعلان الجديد ما جاش هكذاك، فاقوا. يعني هذا القرار جاء بعد ما تبين للولايات المتحدة الأمريكية ولهذا مسعد بولس، يعني كملاحظة العرب دائما تلقاهم هما اللي فيهم ريحة القوادة، يعني الحركة عربي ما تلقاش واحد. لأنه البارح أستاذ في الولايات المتحدة تاع العلوم السياسية أستاذ أمريكا يتقن شوية العربية، قال لك القرار هذا شكشوكة خلوطة ما هوش قرار، وهذا نهار كامل ويجري ويقود. علاه ما نعرف واش قاعدين يسلكوا فيه، ولكن معليش خليه يقود وما يربح والو. القوادة في الاخر يربح القوادة، حاشا خوتي في الكلام هذا، هم يخليوك تتكلم باللغة هذه. هذا الإعلان هذا جاء بعد 3 مواقف ل3 رجال من الصناديد. أولهم بن جامع لما خرج من الجلسة وقال لهم هذا المسودة هذه لا تخدم تطلعات الشعب الصحراوي تماما، وخرج. ثانيهم وزير الخارجية السيد عطاف، قال لك محاولة فرض الأمر الواقع على الإخوة الصحراويين وتسليم الأرض نتاعهم. والعياشة قاعدين يديروا في لايفات وهو قاعد يتكلم في الكلام هذا، ويعلقوا في البرويطة في الكاسك تاع الروا، يعني هو مالك على السيد عطاف. يعني قاعدين يفرحوا وكأنه برويطة ربح عطاف، صح؟ يعني بنت لهم صح هكذا. الموقف الثالث هو نتاع السيد إبراهيم غالي اللي قال الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، والكفاح والقدام وتقرير المصير. لهنا حسوا باللي ضرب خشين. لماذا؟ لأنهم كانوا لأنه هم كاينه بلاد اسمها الجزائر، والجزائر هذه حلفت قالت لك والله واحد في العالم يقدر يضغط علينا والله ويكون ما يكون، وهذا واقع ما فيهاش لا. لاماس بوبيلار يعني المجتمع الصحراوي القوي خلاص موجود في المخيمات تاع تندوف، والراجل يقدم سواء كان فرنسا سواء كان ماريكان سواء كان اين كان، ويقول البوليزاريو موجودة في تندوف ولا موجودة في الأراضي المحررة يجي لها. ثانيا كانوا رايحين العملية قبل ما يديروا هذا الإعلان، وعرفوها باللي يعني خشينة وواعرة عليهم، كانوا راح يديروا معارضين قوادين حاشاكم حركة كما هذا من صحراويين، ويشيو الملك عياشة ويقولوا هذا هما البوليزاريو، ويتفاوضوا معهم على أساس الحكم الذاتي هو الحل الوحيد. ومن بعد يقولوا ويديروا ملف هكذا، ملف باللي الصحراء الغربية تتبع للمروك بالحكم الذاتي دون أي إجراءات شكلية. علاه؟ لأنه المخلث نتاع بوح 6 من بعد راح يولي يمد باسم هذوك القومية، يمد المقدرات نتاع الشعب الصحراوي والأرض الفرتيل الغنية بالموارد يعني المعدنية والزنك والرصاص والبترول والغاز والذهب
والفوسفات والحوت اللي في المحيط يوليو يديو فيه زرنازي باطل. على جال واش؟ على جال خاطر ما قالوا له انت الصحراء مغربيه. حتى الشعب المغربي الفقير العريان على باله وفايق بهذه القضيه هذه، ما راح يربح والو، ما راح يربح والو. ولكن لما شافوا باللي الجزائر فاهمه اللعبه وما قادرين يضغطوا عليها حتى بحاجه، وما قادرينش يروحوا يشكلوا اي معارضه خائنه تمثل روحها وتقول انا هي البوليزاريو، ويقدموا وجوه جديده مع الجزائر ما تمشيش. لانه راني قلنا ونعاودوا لا ماس بوبيلار الاغلبيه نتاع الشعب الصحراوي خاطي الشتات اللي برا اللي موجود على الاراضي، اللي موجود في الاراضي المحتله راه موجود ومعارض، واللي موجود في المخيمات هو النسبه الكبيره، وهو اللي راح يتحمل على العاتق نتاعو التصفيه نتاع الاستعمار. واي محاوله انا نقولها، اي محاوله للتقرب لتندوف، هي التندوف اللي يجي لها سواء كان امريكاني فرنسي مهما كانت الجنسيه تاعو، حتى من ال11 اللي مضاو وفاقوا بهم، اللي مضاو للزريبه 11 العضو غير الدائم في مجلس الامن ومضاو لها على الدعم هذاك تاع القرار وسجلوه تحت البند 27 97 تاع الكذب واللي يعتبر غير قانوني وغير شرعي، يندموا على النهار اللي سنياو فيه. علاه؟ لانهم سنياو نتيجه تبادل صفقات. هذا ما صرحت به الواشنطن بوست يا المشكل اخوتي يا بالعرب شكون يسلك ال11 هذوك؟ شكون يسلكهم؟ صدقوني سلكتهم الامارات، ما سلكهمش المخزن، ما سلكتهمش فرنسا، ما سلكتهمش الامريكان، ما سلكهمش الاتحاد الاوروبي، سلكتهم الامارات اموال ضخمه باش يمضيو. ولذلك السيد عطاف لما هدر على قال احنا كنا نظنوا هذوك ال11 كانوا يعني باينين باللي في الصف نتاع تقرير المصير من بكري، قالك فاذا به فجأة تغير الموقف نتاعهم، ومن بعد التحقيقات اكتشف ان الامارات زودتهم بمزاود نتاع دولارات. والناس سقاط ما يخافوا كفار ما يخافوا لا من ربي لا شواطن، يعطي الصوار دي سنيك حتى لمه وباباه. ورغم هذا كل، ورغم هذه المؤامرات كل، والله الجزائر نسقط المؤامرات هذه كل. وحتى هذا القرار اللي خرج جديد نتاع الانتخاب ما بين الحكم الذاتي وتقرير المصير وما سيأتي به الأخ ديميستورا، التفاوض ملغى وملغي وسيلغى تماما. سواء الطلب نتاع محسنة في اللقاء نتاعو مع السيد الرئيس تبون، وقلنا قبل السيد الرئيس تبون راجل ما يلاقيش اللي عندهم اللي فيهم الصنعة الخامجة، ويولي يحاول باش يلاقي، خاطر ما كانت النية هي قيام بوليزاريو جديدة في الأراضي المحتلة خائنة هي اللي تتفاوض. ولا هنا راحت تسمى هذه المؤامرة خلاص. يولي يحاول في إبراهيم غالي محسن، يحاول إبراهيم غالي ويدخل الاتحاد الإفريقي وما يقابلوش، تولي لازم تقرير المصير تاع الصح. لأنه علاه كان سوء النية من الأول، وكانت النية مبيتة من الأول، وبالتالي اللي بدا يخلصها غالية. تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء، ويحيا الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وما أدراك ما الجيش الشعبي الوطني الجزائري.